بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وظلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحاميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتاف ونسترزق ظالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سند وجوهنا لسجود لا ليل إلا إليك فسننا للحوحنا ونسجد لا إله إلا لك اللهم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وارزقنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من حبيبنا لهبش أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا
ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام
السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الله على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديك لبينا قدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه
وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمن عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرضه ونفره
عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها بمنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه وسلم. المصلي عليه به فينغص في قلب مرسل تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم. في الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بذور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانبلغت بيضة التصوير في العالم المغلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الجمال المغلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الباكرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبر قد علقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرواس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لذبي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن نزلي إلى تذويل ما حفظت من سير أشرف المخلوقين
وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت درجته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه العذرة الكريمة وناعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. كانت سليما بالوصال تكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز يا فوز من صلى عليه وسلم. يا حسن ما جدت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز يا فوز من صلى عليه وسلم. إن تسارعت العقول لنيلها وهبة فضل أورثتنا نعوما. صلوا على نور الذي عرج
العقيق صفح العقيق وحط رحلك في الحمار في الحمار صلوا اللهم صل وسلم عليه نور الذي عرج السماء يا فوز من اللهم صل وسلم عليه يا فوز من صلى عليه وسلم في منزل الجود الغزير ومن بعيد فضل الكثير وخير مجد قد نما نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء الله يا فوز من وسلم عليه يا فوز من صلى عليه وسلم وفي جنة
السماء صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز يا فوز صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وحشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن ذلك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة
مؤنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تنعط السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروز من علف الخفا إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأدهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حميد ومحمود خير حميد ومحمود. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حميد ومحمود خير حميد ومحمود. في رجب كم عجيب كم مواهب وكم جود كم مواهب وكم جود عرج المصطفى به خير حميد ومحمود خير حميد ومحمود. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حميد ومحمود خير حميد ومحمود. ودنا فتدلى فالعطاء غير محدود فالعطاء غير محدود. جاءنا بصلاة من ربنا خير معبود ربنا خير معبود. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حميد ومحمود خير حميد ومحمود. وصه الله في حقا سعيد كل مسعود حقا سعيد كل مسعود. واجعله المهيمن أصل مكان موجود أصل مكان موجود. الله فهو أصل المدد والكون بالله ممدود والكون بالله
يا إلهي به تمم لنا كل مقصود تمم لنا كل مقصود الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حبيب ومحمود خير حبيب ومحمود واجعل الكل منا في أحبته معدود في أحبته معدود نتلقى بوصله در في الود ممدود در في الود ممدود الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حميد ومحمود خير حميد ومحمود يصبح الكل منا لك وللطهر ودون منا لك وللطهر ودون في معاني سمت عن هادي للفهم محدود هادي للفهم محدود الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حبيب ومحمود خير حبيب ومحمود قبلنا من في ذا الشهر يا واسع الجود شهر يا واسع الجود نتصل بك وبأحمد خير حميد ومحمود خير حميد ومحمود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الصلاة على حماد خير حبيب ومحمود خير حبيب ومحمود ونرد في المعارف نهر صافي ومورود نهر صافي ومورود بركة المصطفى ومن من أهله معدود من أهله معدود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حميد ومحمود
والصحابة من حلل عور كل مقيود عور كل مقيود كم عجائب كم مواهب وكم جود كم مواهب وكم جود عرج المصطفى بخير حامد ومحمود خير حامد ومحمود اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب عواد وضع هذا الحبيب عددت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج والجنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفا كلا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكم على من ذم الله عليه النعم من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة ثانيا لجنابها المسعود ومشاركتنا في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرج الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد حضرك رسول الله بكرم رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك
تغرد واستضيء بجمال فقى في الحسن تفرد. بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. صلى الله عليه صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه صلى الله عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. واهدنا نهج سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد. آمين يا الله يا رب آمين. الله الله رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلاة الله ترشد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين
يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي النار وحمينا واكرمي الآن وحمينا بلقاء للأنام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله ووصاهم عليه بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة صلى الله وهو الأب عليه الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو ماسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأبكياء من البرية صلى الله ومن عليه نقل قطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله وهو صلى الله عليه عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله الحبيب عليه وشانه ولولا في مجده صلى ومكانه الله أوصى عليه بصفة تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه صلى وقد الله انبسط القلب عليه في
تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم الله وحكاية ما عليه. أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فأصل عليه. مني أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ويقال في تنبيه المغترين ومن علامة سواد القلب ثلاث ألا يجد للذنوب مفزعا ولا للطاعة موقعا ولا للموعظة منجعا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومن علامة سواد القلب, di antara tanda-tanda gelapnya hati, ate namun peteng, berarti pola tak pedeng halal haram, tak pedeng taat dan maksiat, tak bisa membedakan karena atena peteng. Ada tanda-tanda daripada gelapnya hati salasun, telok. Pertama, alla yajida lidzunubi mufazzi'an, tidak ada rasa takut di saat dia tadi itu mengerjakan maksiat, di saat dia mengerjakan dosa kesalahan tanpa ada rasa takut kepada Allah SWT. Ada tanda mon orang ngelakonin dosa tapi aben sadar cek salah, aben ni cek ngelakonin dosa, insyaallah ki kena yarab taubat tu. Ki ibadah titik-titik cahaya ketakwaan di dalam hati sekalipun napa nyaman bengal ngelakonin apa maksiat. Alla yajida lidzunubi mufazzi'an, tandi tak kerja, tandi rasa takut, tandi rasa napa yang ke selesai biasa. Benda maksiat ke siapa? Benda ngelakonin itu sada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wala li ta'ati mugi'ah, dan tidak ada fokus dalam perbuatan taat. Hadir majelis ada hanya sekedar tak fokus. Dan fokus sambian majelis maulid ya. Rasulullah benih bulan tapun benih karena gosidah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelakonin maca Al-Qur'an lah hanya sekedar bacaan. Tak ada target utama dari ketaatan ke Allah. Apa targetnya kita melakukan ketaatan? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari api neraka. Masuk ke dalam surga. Kalaupun dia melakukan ketaatan tanpa ada fokus, asal-asalan, acak-acakan. Tarawih acak-acakan, tadarus acak-acakan, salat tah ngacak, ruana ngacak tapi tada saya serius dalam taat, dalam beribadah. Bertanda bener coba orang taat nih fokus, tapi karena neng atin neng kepeteng, sehingga mungkin hadir majelis tahlil, agojo neng tahlil, mau jeng akhireng mati agojo, tak ada fokus, walaupun beri jenazah ya dan matan. Nah, ini kan tanda orang sawadul galab, hatinya sudah gelap, tak bisa membedakan. Oh majelisil khair, fokus Kanjeng Nabi. Coba bahas apa mau majelisnya? Hanya satu jam berapa lebih sekonek 15 menit mungkin. Nah, untuk Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir majelis ilmu, fokus nyari ilmu. Hadir manakib, hadir tahlil, fokus nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun melakukan ketaatan tandi fokus biasa gojok terus.
Aja terus, ada serius. Mari nama majelis silahkan. Mun kapi ke aja. Ad-dunya mahi mazah, wad dunya wal jannatu mahi balash. Tunyar bener kena karo aja. Sehingga sampean salat aja, majelis aja, Al-Qur'an aja. Tunyar bener kena aja, karena surga tak gratis. Ad-dunya mahi mazah, wal jannati mahi balash, karena surga tak gratis. Harus berfokus. Terakhir, wala lil mau'izati munji'ah. Mau nasihati alat tes, tidak masuk. Nah, tidak ada pengaruh dengan mau'izah, tidak ada bekas dengan mau'izah, alat tes. Hatta wali kutub saya nasihat. Mun parlo Nabi SAW saya nasihat, tak masuk. Karena ate pun peteng tak bisa membedakan kama mukjizat, kama sihir, kama karomah, kama istidraj, ya, kama solapan, kama tak bisa. Mau idoen, mau den, tak ada pak laku, tak ada di malam. Mungkin pujar. Apa kayak ngerasa pidatur, atau pak colok bengkes ngerasa. Nah, ini kata lo, ini kata tanda ate sepeteng. Pertama, tidak ada penyesalan atau rasa takut kita melakukan dosa. Yang kedua, walali ta'ah mugi'ah, dan tidak ada fokus di dalam melakukan ketaatan. Aku jok terus, arak-sian terus, bawa terus, mazah terus, gojolokan terus, gojok terus, hatta bereng mate. Nah, terakhir walalil ma'udhi munji'ah, dan tidak ada membekas atau terpengaruh dengan mau'izah. Nah, mulai sini kampun berarti peteng, tuli tambah, tak kok kasih mate. Mulai peteng, mumpung kita peteng dedet. Tuli sadar sampean, mulai nggak neka berarti tuli. Tak kok sampai mate aten, mulai mate aten tak bisa pun. Waliyadzubillah, terselamat barokahna bulan Recep. Muka taat ke Allah Subhanahu wa taala, termuka esto. Ya, terima dening Allah Subhanahu wa taala. Sholawat saya lantun lagi kela. Muka keratu ada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Termoga manfaat tengereh ya, cek sampai jadi orang saya ngelakuin dosa saya tandi rasa takut ke Gusti Allah, cek sampai kalau panjenengan ngelakuin taat nika tandi fokus, tak serius, cek sampai kalau panjenengan ngedingaki mau idhah nika hanya berlalu, masuk dari tangan kanan keluar dari kopeng kacir bungen tuwo mlebu teko tengen metu teko kiwa, paralon kopeng berarti masuk ke dalam atas masuk ke dalam kopeng, tampung dalam ate ya, ki beda sinar secerca harapan untuk tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في توجهات الخالصة والسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي همت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الغرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركاته وشريف وجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيد بتأييد من عندك ونسر على المؤاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين
واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم الدعاء المولد شمت الدرار في مجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.